السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضراتكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. لو انت مش مشترك في القناة بتاعتي اشترك وفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلك كل جديد انا بقدمه. النهاردة ان شاء الله هعمل لحضراتكم وصفة بسكويت ال10 دقايق. تعالوا نعمله بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهو مفهوش اي تكلف. زي ما حضراتكم شايفين معايا بولة فيها كوبايتين من الدقيق، بنزل عليهم برشة بسيطة جدا من الملح او ربع معلقة صغيرة. هنزل عليهم كمان بنص معلقة صغيرة من البيكنج باودر. ما نكترش البيكنج باودر بتاعنا عشان البسكويت ما ينفش قوي في الفرن. يعني كده المكونات الجافه مع بعض هنقلبهم تقليبه كده بسيطه مع بعض بالظبط كده. وعايزه اقول لحضراتكم ان كل مقادير البسكويت النهارده بدرجه حراره المطبخ، والخطوه دي مهمه جدا. نخليهم بقى على جنب. في بوله تانية ننزل ببضايه، تمام. هننزل عليها بشويه من الفانيليا، يعني حوالي معلقه صغيره او نص معلقه صغيره كمان، لان هي بيضايه واحده بس تدينا ريحه حلوه وتشيل زفاره البيض. شايفين قللتهم كمان، حلو جدا. لو هنستخدم الاظرف هيبقى ظرف واحد. هنحط كمان نص كوبايه من السكر، وابتدي بقى اضرب البيض مع السكر. ممكن الخطوه دي كمان تعملوها في الخلاط، بس الموضوع مش مستاهل، الموضوع بسيط جدا. شايفين اللون بيبتدي يفتح ازاي؟ هبتدي بقى اضربه كويس قوي وارجع لكم تاني. اهو ضربته بقى بالشكل الحلو ده، لون فاتح خالص، السكر ده تماما. هبتدي انزل عليه بنص كوبايه من الزيت النباتي. مهم جدا يكون نوع الزيت نظيف عشان بيبان جدا في ريحه البسكويت بتاعنا. هقلب كده مع بعضه. هبتدي بقى انزل بالدقيق اللي عليه ذره الملح ونص معلقه صغيره من البيكنج باودر، ما تنسوش. وابتدي الم العجينه بتاعتي. سهل وبسيط جدا، ما فيهوش حاجه خالص، مكوناته موجوده في كل بيت. حلو جدا. ببتدي بقى المها كده حلو. زي ما حضراتكم شايفين انا سايبه على الرخامه بتاعتي هنا كاكاو، علشان انا هعمل نص فانيليا ونص كاكاو. ممكن جدا تستغنوا عن كده وتعملوه كله فانيليا زي ما انتوا حابين. ممكن كمان تضيفوا له نكهات، يعني ممكن تحطوا بشر برتقان، بشر ليمون، زي ما انتوا عايزين بقى ضيفوا. عجينه بتبتدي تلم معايا اهي بمنتهى السهوله. عجينه البسكويت من الحاجات اللي متتعجنش كتير، يا دوب اتاكد بس ان العجينه نعمت معايا ومبقاش فيها تشققات كده ولمت كويس جدا، خلاص على طول بوقف ساعتها عجن. غير عجينه العيش اللي بناخدها على الرخامه وبنفضل نعجن فيها عشان ننشط الجلوتين ويبقى العيش بتاعنا ليه عرق. اما البسكويت عكس كده تماما. شايفين العجينه لمت معايا ازاي وايدي ملزقه سنه بسيطه؟ حلو جدا. بقسم بقى العجينه بتاعتي هنا نصين، نص في بوله ونص في بوله تانية. هحط عليه كاكاو. هحط قد ايه؟ لغايه ما الاقي لون العجينه بتاعتي ادتني اللون اللي انا عايزاه، يعني خدوا مني حوالي معلقتين كبار. ابتدي بقى الم العجينه كده تاني وادخل الكاكاو فيها واخليها كلها لون واحد. حلو جدا. اللي بالشوكولاته دي بقى الولاد هيحبوها قوي. خلاص اعجنها كويس بقى. شايفين اتعجنت وبقت زي الفل. ببتدي بقى اخد قطعه كده من العجين، كره صغيره، ما تكبروش عن كده عشان بينفش شويه صغيرين في الفرن. وابتدي اعملها اكورها كده بكفه ايدي واضغط ضغطه بسيطه جدا. وبجيب الغطا بتاع الازازه وابتدي اعمل الشكل دوت. شايفين سهله قوي. ممكن تعملوا بقى الشكل زي ما انتوا حابين، بالمعلقه، اللي عنده البصمه بتاعه الكحك يعمل بيها. ابدعوا بقى في الاشكال براحتكم. هعمل واحده كمان بقى من اللون الابيض. نحاول على قد ما نقدر نخلي الكرات قد بعض علشان يطلع البسكويت كله شكل واحد. اهي بضغط ضغطه بسيطه جدا. الصينيه هنا انا حاطه لها ورقه زبده. طيب ما عنديش ورق زبده زي ما هعمل في الصينيه التانية عشان اوريكم ده وده، بجيب صينيه عاديه جدا وبحط دهنه خفيفه جدا جدا من الزيت. مهم كمان اسيب مسافه محترمه بين كل بسكوته وبسكوته علشان لما ينفش شويه صغيرين في الفرن. شايفين الشكل؟ بسم الله ما شاء الله، جميل جدا. وادي الصينيه التانية اللي قلت لحضراتكم عليها. هدخله بقى الفرن على درجه حراره 160. خدوا بالكم بياخد من 8 دقايق ل 10 دقايق، ده بالكتير كمان. بسم الله ما شاء الله. شايفين استوى وبقى زي الفل؟ شايفين واخد لون حلو ازاي من تحت؟
تقدروا كمان لو الفرن بتاع حضراتكم ما بيشغلش من تحت ومن فوق الشوايه تشغلوه من تحت بس، وبعد كده تطفوا وتشغلوا الشوايه حاجه بسيطه. وادي الشكل النهائي بتاع البسكوت، سهل وبسيط، ما اخدش وقت خالص في تحضيره ولا في تسويته. يا رب وصفتي تكون عجبت حضراتكم ونالت رضاكم. لو عجبكم الفيديو اوعوا تنسوني اعملوا لايك وشير وسبسكرايب. شكرا لكم، السلام عليكم.